المجال ده من المجالات الحلوة جدا واللي السوق بتاعها مفتوح، التارجت اودينس بتوعها متاحين وكتير، وسوق الستات عموما من الاسواق اللي تعرفي تبيعي فيها حلو. لكن المنافسة فيه شرسة لأقصى درجة ممكن تتخيليها. كمية الناس اللي شغالة في السوق ده خصوصا في الأواخر بدأ يبقى فيه التشجيع على الصناعة المحلية، خصوصا في المنتجات اللي من النوع ده. فانتي محتاجة تتأكدي تماما من الكواليتي بتاعتك. فعلا المنتجات اللي انتي عاملاها دي هي مؤثرة. اثبتي ده بشكل علمي، هي ليه مؤثرة، ايه الكومبيتيتيف ادفانتج او ايه الميزة التنافسية اللي عندك اللي هتبقى مختلفة عن باقي المنافسين، ايه الفاليو بروبوزيشن، ايه القيمة المضافة اللي حضرتك هتضيفيها للعميل لما ياخد البرودكت بتاعك. محتاجة لو انتي هتعملي كل حاجة بنفسك فانتي محتاجة تدرسي، محتاجة تخشي في السكة بتاعة الانتربرنورشيب. بيبقى فيه برامج اكسلريتور، بيبقى فيه برامج تدريبية للناس اللي هم بيفكروا في مشروع او عندهم مشروع، بيساعدك تعملي بيزنس بلان، تعملي بيزنس موديل، تبدأي تشتغلي تدرسي انتي السوق بنفسك لو انتي ما عندكيش القدرة المالية. وممكن كمان تدخلي مشروعات وتلاقي نفسك كسبتي فند للمشروع بتاعك. لكن لو عندك القدرة المالية فالموضوع بالنسبة لك هيبقى أسهل، هتبدأي تستعيني بخبرات وشركات تساعدك في النقطة دي. انت الأول محتاجة تدرسي السوق، بعد كده تعملي البيزنس بلان، البيزنس موديل بتاعك، بعد كده تدخلي في الماركتينج بلان والحتة بتاعة الماركتينج. في حاجات محتاجة تشتغل عليها زي العلاقات، زي انك تنزلي معارض أو ايفنتس ريليتد بالمجال اللي انت شغالة فيه. دي كلها من الأماكن المهم انك تبقي متواجدة فيها. مهم انك تشتغلي على علاقاتك وتبدأي تروجي للبرودكت بتاعك بنفسك. الموضوع عايز صبر، عايز طول بال لو انتي فعلا الموضوع هتبدأي فيه بشكل فعلي. حاجة أخيرة محتاجة أقولك عليها أنا بحب أعملها، دوري على البيزنس موديل الحلو اللي في المجال. ناس قبلك مش هيعتبروا بالنسبة لك منافسين، ممكن يعتبروا as a benchmark، ناس انتي حابة توصلي لهم أو تبقي زيهم في يوم. دوري عليهم، هاتي بدايتهم كانت عاملة ازاي، استفيدي من خبراتهم، استفيدي من الطريق اللي مشيوه عشان ما تكرريش حاجة فشلت معاكي. ويا سلام يا سلام لو عرفتي توصلي الناس تفيدك في الحتة دي او من الصناعة دي، تبقى صعبة شوية بس تقدري توصلي لها، الموضوع هيفرق معاكي كتير جدا. وبالتوفيق يا رب ان شاء الله.